أقول إن أنا يعني قابلت مجموعة كبيرة جدا من الفنانين الكبار والمفكرين الكبار. بدايتي بدأت مع الأستاذ شادي عبد السلام. بعد رحيله بقى في سبب إن أنا أعمل عنه في البرنامج قناة تانية، ما كانش في القناتين بس، وكانت الثالثة لسه على استحياء بقى لها سنة بس، من سنة 85 86 رحل الأستاذ شادي. أنا علاقتي بالأستاذ صلاح أبو سيف ما كانش في المعهد، في وقت ما أنا دخلت المعهد ما كانش بيدرس، لكن حضرت الأستاذ يوسف شاهين وهو بيدرس في المعهد، جالنا في ثالثة ورابعة فقط يعني. إنما الأستاذ صلاح أبو سيف لو عديناه من الأساتذة القائمين أو اللي عندهم مقدرة علمية زي ما قال كده الدكتور خالد منتصر وزي ما قال الأستاذ محمود عبد الشكور، أحيانا الفنان بيصل إلى مرتبة من التحكم في أدواته الفنية إنه يبقى عالم. ودي دايما بقولها على الأستاذ حسن فتحي المعماري العظيم، الأستاذ شادي عبد السلام، الأستاذ عبد العزيز فهمي. أنا حضرته بيدرس لي، كان رئيسنا في رئيس القسم بتاعنا في معهد السينما، رئيس قسم التصوير والإضاءة. فأنا كان ليا تجربتين مع الأستاذ صلاح أبو سيف، التجربة الأولانية كانت عن الأستاذ شادي، والتجربة الثانية كانت عن عبد العزيز فهمي. هما التقوا مع بعض، كان في بينهم خلاف طبعا، أنا عرضته في سيرة الحياة بتاعتهم، كان في خلاف في بداية حياتهم هما الاثنين، خلاف شديد جدا على وجود المصورين الأجانب في السينما المصرية في استوديو مصر، لأنه من ضمن الحاجات المهمة اللي يجب أن نذكرها إنه مصر أنجبت هؤلاء الفنانين عن طريق أكاديميتين. الأكاديمية الأولانية هي استوديو مصر اللي أقامها محمد صلاح حافظ، وأنا أعرف إن هم بيعملوا عنه فيلم دلوقتي تقريبا. فدي الأكاديمية الأولى. الأكاديمية الثانية اللي هي أكاديمية الفنون اللي أقامها الدكتور صالح وكاش. الأستاذ صلاح أبو سيف وجميع المخرجين اللي في عهده وفي عصره تدربوا وتتلمذوا على التجريب داخل استوديو مصر، وعلى ايد جزء منهم على ايد اجانب وجزء منهم مع احترافيه. الاستاذ صلاح ابو سيف استاذه كمال سليم. يجب ان احنا لما نتكلم عن صلاح ابو سيف قلنا دلوقتي استاذ محمود فانا في الحوار معاه بعد كده لما عملت قصه حياته اللي لم تذاع الى اليوم، حكى لي ازاي ان كانت وقت سنه 1938 قبل الحرب العالميه الثانيه، ده اللي مهم جدا نعرفه. روسليني وفيتوريو ميسيكا في ايطاليا خرجوا بالكاميرا، ده مهم جدا للباحثين واللي بيعملوا ابحاث في تاريخ السينما واللي بيسجلوا دراسات عليا، عشان لما يعقدوا مقارنات ما بين الواقعيه المصريه والواقعيه الايطاليه. هنتفاجئ ان احنا سبقنا الايطاليين، احنا قريبي الشبه في السينما المصريه بالسينما الايطاليه اكثر من السينما الامريكيه جدا، قريب الشبه يعني. يمكن طبعا النقاد المتخصصين يقدروا يعرفوا ده كويس قوي. احنا سبقناهم مرتين، مره مع كمال سليم في العزيمه ومره مع الموميا مع شادي عبد السلام، سبقنا الايطاليين. لكن في الحقيقه لو احنا قلنا انه مين اللي بيوازي الاستاذ يوسف شاهين، كان في وقت من الاوقات بتتعمل مقارنه انه في فيدريكو فيليني هو يعني يعتبر الموازي له في السينما الايطاليه، وهو يعتبر صاحب الفانتازيا الايطاليه. قبليه كان فيسكونتي هو اللي بيوازي صلاح أبو سيف، وفيسكونتي هو من هو يعني. احنا بنتكلم على مجموعه من السينمائيين المفكرين. هنلاقي شبه كبير قوي ما بين فيسكونتي وبين صلاح أبو سيف في الفكر السينمائي وفي الفكر السياسي. فيسكونتي كان من الاثرياء لكنه كان يساري. صلاح أبو سيف بملء الفم وبملء الفكر هنقول انه بالرغم ان كان من طبقه تعتبر
برجوازيه لكنه كان يساري على خط. وانا كمال سليم هنقول بقى المقابله دي حصلت بقى ايه اللي حصل بقى؟ ان احنا لسه بقى الايطاليين لما سجلت معاه قال لي هو الفيلم اتعمل 39 الكاميرا نزلت للشارع في ايطاليا بعد كده الحرب العالميه الثانيه بعد 40 لما اضطروا انهم ينزلوا للشارع عشان الاستوديوهات كانت قال لي احنا 39 كنا انتهينا بالفيلم وعرضناه، لكن احنا بدانا الفيلم في 38 وكان في له تحضير مع كمال سليم وهو استاذه من قبل 38. طيب دور صلاح ابو سيف في الفيلم ده ايه؟ تحريك المجاميع. لو احنا القينا نظره كده على الشاشه هنلاقي من اول البدايه اللي هو الحاره وتحريك الحاره، حركه الكاميرا مع الحاره. شيء مبدع جدا، مبهر جدا، جديد على السينما المصريه. لما نتكلم احنا بنعمل ده سنه 38 ونذيعه سنه 39 كان وقتها كانت الورده البيضاء وام كلثوم وعبد الوهاب والافلام اللي هي بتاعت الطبقه الراقيه او الطبقه الرومانسيه. صلاح ابو سيف مر بثلاث مراحل في تاريخ حياته. المرحله الاولى اللي هي تدرب فيها على العمل مع كمال سليم وفي المونتاج وفي استوديو مصر في تجاربه الاولى، ودخل في تجربه رايوسكينا اللي هي برضه نقول الفريد هيتشوكية اللي هي التاثر بمدرسه التشويق والاثاره، ثم انتقل الى مرحله الواقعيه الحقيقيه التي ورثها عن كمال سليم واجاد فيها اجاده شاعريه رائعه. المرحله الثالثه اللي هو يعني دخل فيها مع كتاب كبار قوي بعد نجيب محفوظ طبعا، الكاتب الكبير الاستاذ احسان عبد القدوس عمل معاه تجربه، ومع بعد كده مع الاستاذ يوسف السباعي في فيلم السقامات. وانا بعتبر ان فيلم السقامات ده نقف عنده كتير لانه هنا دي فلسفه المرحله الفلسفيه تاريخ صلاح ابو سيف. بالنسبه لي انا الاستاذ صلاح ابو سيف لما سجلت معاه حوارين طوال قوي عن الاستاذ شادي عبد السلام، والحوار الثاني كان عن الاستاذ عبد العزيز فهمي، اخذت معلومات فوق الخيال بمنتهى البراعه. كانت اسئلتي بسيطه جدا جدا جدا، انه معطاء في الاجابه فوق الاعداد، فبيدي فرصه للمعد المتمكن والمخرج المتمكن انه ياخد حصيله علميه غير عاديه. فدي كانت تجربتي الاولانيه مع اللي هي البرنامج واقع مصري. التجربه الثانيه كانت تسجيل حياته هو، وقعدنا مع بعض في الاستوديو وسجلنا حوار طويل قوي، والحوار ده موجود في التلفزيون المصري، وللاسف ان انا كنت سبت التلفزيون. لو كنا منتجناه واخرجناه كنا هنشوف ايقونه من الايقونات اللي الوقائع المصريه كانت تطورت بقى بعد علي اسماعيل. للاسف ان انا ما عملتش ده ولظروف معينه. التجربه الاخيره بقى اللي هي الشخصيه اللي تخصني انا. اذا عايزين نتكلم عن صلاح ابو سيف طبعا يا ريت. انا ممكن اتكلم عن صلاح ابو سيف من النهارده قدام حاجه دقيقه ونص. دقيقه معلش عايز ادينا عنوان. لا معلش بجد هي دقيقه ونص قدام حضرتك. خلاص يبقى لانه لو هتكلم عن افلامه لا ده لازم نعمل تحليل علمي زي ما كنا بنعمل عن مافيولا، ناخد الافلام ونعرضها ونشوف الافلام، نشوف فجر الاسلام، نشوف بدايه ونهايه، ونشوف دايما بنقول ان السينما بتتكون من صوت وصوره ونص مكتوب. ان تحويل النص الى صوت وصوره ده مسؤوليه المبدع الفنان، الديكوباج. فالديكوباج ينقسم الى حالتين، ميزون سان وميزون كادر. الميزون سان هو حركه المشهد، والميزون كادر هو اختيار جميع عناصر نقل الحركه الى صوره. فدي مسؤوليه المخرج. نعرف اللغه السينمائيه ازاي بقى؟ من اختياره للادوات ديت. لانه عشان يعني النص المكتوب خلاص، السيناريو مكتوب، ده السيناريست اذا كان المخرج بيشترك او ما بيشتركش هو مكتوب. لكن الرؤيه التشكيليه والرؤيه البصريه وحركه الكادر واختيار زوايا الكاميرا وحركه الكاميرا وحجم الكادر والايقاع،
وده اللي مهم جدا هو التوليف او الايديتنج او المونتاج. ده مهم جدا 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 للمدرسين للباحثين وللنقاد، لانه ممكن يبقى مخرج شاطر جدا قوي جدا في انه يعمل تقطيع فني اللي هو الديكوباج، يعمله كويس قوي، وبعدين يجي يقع منه في المونتاج. فهنا بتبقى المهاره بالاندماج ما بين المخرج وكاتب السيناريو والفريق اللي معاه والفني اللي هو المونتير. لو المونتير على وعي كامل بالايقاع، لانه في عندنا الجزء الثاني من المونتاج هو الصوت. الصوت بقى حدث ولا حرج، الديالوج والمؤثرات الصوتيه والموسيقى التصويريه والانفعال الداخلي والمونولوج، قصه طويله عريضه. اذا كان عشان بس بنقول كده مخرج وخلاص، السينما هي فعلا المخرج مش الممثل. الممثل اداه داخل الفيلم. انا اسف يعني مع احترامي لانور وجدي، مع احترامي ليوسف وهبي، مع احترامي لكل عباقره السينما. السينما هي رؤيه المخرج وهي قياده المخرج. شكرا. انا اللي اشكرك جدا، واتمنى ان احنا ان شاء الله يعني في وقت من الاوقات كده يتيسر الحال للتلفزيون المصري ويدوا فرصه لجزء من الجيل الجديد عايزين يعملوا تغيير، اديهم كل الشرايط اللي عندي.